3 حركات هيخلّوا أي حد ينجذب لك. أولًا، لمّا حد يشتكي لك من مشاكله ما تقولوش أنا حاسس بيك، قُل له لأ بصراحة أحييك على شخصيتك القوية طالما قادر تستحمل كل ده. الأولى هتخلّيك تعترف بمشكلته، والتانية هتحسسه إنك برضه معترف بمشكلته ولكن كمان بتقويه وبتحسسه بنفسه، فطبيعي كل ما يحس إن الدنيا جات عليك هيروح يدوّر على بابا. 2، ما تقولش شكلك حلو، قُل ستايلك مميز ولايق على شخصيتك. الأولى مش طالعة من القلب وفيها شوية تطفل، والتانية هتحسسه بنفسه وبالتميز، ده غير إن هو هيلاقي إنك مجامل الحاجة اللي هو بذل مجهود علشان يظهرها، فهيفرح أوي وهيرتاح لك بسرعة بما إنك مش شخص سطحي، ما هي عارفة إنها حلوة، فاهم؟ 3، ما تقولش للشخص الجديد اللي في الشلة أو في الشغل هتتعود أو هتاخد على المكان، قُل له أنت أفضل إضافة للمكان والناس هتحبك بسرعة. الأولى هتقلقه أكتر وهتحسسه إنك منفسن منه، والتانية هتخليه يحس إنك مصدر الأمان وثقته بنفسه، فهيبقى دايمًا بيدوّر عليك زي عيل نفسه يرجع لأمه بعد أول يوم مدرسة. 5 حركات هيخلّوا أي حد يشوفك بشمال وهدومه. أولًا، ما تاكلش ببلاش، أي خدمة تتعمل لك ادفع تمنها مقدم، ما تخلّيش أي حد يبقى ليه فضل عليك، لإن عزومة الفول هتضطر تردها بسوشي وكافيار، ولو ما رديتهاش هتبقى بخيل وناكر للجميل. 2، ما تلتزمش بأي حد واربط الكل بيك، طول ما اللي قدامك حاسس إن هو محتاج لك هيطلّع عينه ويدّيها لك، بس أنت لو طلبت شعراية منه وهو مش محتاج لك هيحسسك إنك بتشحت منه. الله يسهّل لك، فاربط اللي قدامك بيك قبل ما تطلب منه أي حاجة. 3، لو هتطلب المساعدة اطلبها بالشكل اللي يخلّيه يحس إن هو هيستفيد لو ساعدك، بلاش بقى جو عشان خاطري وربنا يكرمك، أنت مش شحات. وضّح المصلحة المشتركة لإن ما حدش هيعمل لك حاجة عشان خاطر سواد عيونك في الزمن المهبب ده. 4، كتّر من غيابك علشان تعزّز قيمة حضورك، مش صدفة خالص إن الفيراري مرغوب فيها مع إنها مش موجودة كتير. 5، اتكلم عن إنجازاتك مش عن أحلامك، يعني قُل أنا عملت خلاص مش لسه هاعمل، يعني ما تبقاش رغاي وكمان على